يشرفنا حضوركم هذا اليوم في اختتام دورة هدى المهتدين الثانية التي تقيمها مؤسسة الزهراء للتنمية الاجتماعية برعاية ملتقى العلم والدين في محافظة ذي-قار. أستثمر وجودكم إن شاء الله تعالى بحضور بعض أولياء الأمور الكرام لبيان رمزية وهوية مؤسسة الزهراء للتنمية الثقافية أو للتنمية الاجتماعية. مؤسسة الزهراء للتنمية الاجتماعية أسست عام 2008 وأخذت على عاتقها منذ بواكير تأسيسها هي رعاية الشباب على مستويات متعددة، على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الأكاديمي وعلى المستوى التطبيقي للطالب. هناك متابعة حثيثة من إدارة المؤسسة للطالب على مستوى الأكاديمي في المدرسة وعلى المستوى الاجتماعي أيضا. قبل البدء ببيان وتعريف بشكل دقيق وتفصيلي بالمؤسسة لابد من إشارات حول عملية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتبليغ لله. طبعا أشرف مهنة وهي المهنة الأولى للأنبياء هي التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والهداية إليه. فالهدى أخوتي الكرام هو ليس سلعة تباع في الأسواق ولا ملقا على الأرض، وإنما هو يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى عملية ومراحل يمر بها هذا الشاب، مرحلة تهيئه إلى المرحلة الأخرى في ظل هذه الآفات المعاشة الآن على مستوى الإعلام المعاش، على مستوى الشارع، على مستوى المؤسسة. وعملية التربية تحتاج إلى مراحل أيضا تبدأ بالنفس وانتهاء انتهاء بدعوة العالم، وهذه مرحلة متقدمة تكفل بها الأنبياء. فتبدأ من النفس. الله تبارك وتعالى قال يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. فالله سبحانه وتعالى يبتدئ بتطهير الإنسان، تزكية الإنسان لنفسه، يبدأ العمل على النفس، التزكية أو التنمية الروحية قبل النفس. وهذا أحد أهداف مؤسسة الزهراء وإقامة هذه الدورات هو تهذيب وتجذيب نفس الطالب لتهيئته إلى مرحلة ما بعدها. المرحلة التي تليها حسب التسلسل القرآني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أولا قلنا يبدأ الإنسان بالنفس ثم يبدأ الإنسان بأسرته. قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء وبناتك ونساء المؤمنين. تبدأ الدعوة وين؟ إنه تبدأ مرحلة الدعوة إلى الله تبدأ من العائلة، التربية الأسرية، فكون هذا الشاب أيضا مهيئ لهذه الدعوة وفق الضوابط والأصول الإلهية. أيضا هذا الهدف الثاني من أهداف إقامة هذه الدورات. المرحلة الثالثة هي مرحلة تبليغ الأقارب، الإنسان يرتقي، الشاب يرتقي قليلا بعد. أول مرة بالنفس، بالأسرة، بالأقربين. بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان هنا أيضا مكلف بإنذار أرحامه، بإنذار أصدقائه ومن تحوطه عنايته. فبالنتيجة هذه المرحلة الثانية أيضا نأخذ من خلال المحاضرات ومن خلال المناهج والرؤى التي تطرحها المؤسسة، أيضا هذه المرحلة مأخوذة بنظر الاعتبار. المرحلة الثالثة من التبليغ بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر أم القرى ومن حولها. إنه الشاب إذا ارتقى بعد مرحلة إلى المرحلة الرابعة يصبح وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. أم القرى هي المناطق القريبة من منزله، تبدأ من جيرانه إلى أن
وتنتهي بالمناطق المحيطة في المنطقة التي يعيش فيها هذا الطالب، بما فيها الجامعة، بما فيها الشارع، بما فيها كثير من العناوين. هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة التي يهيئ لها الطالب، يكون الطالب يتهيأ حوله إلى شخصية حضارية عالمية، أنه هذا الطالب في يوم من الأيام يكمل دراسته البكالوريوس، قد يكون يكمل دراسته في الدرجات العليا العلمية العليا، كان يكون الماستر أو الدكتوراه في مدينة أخرى في دولة أخرى، فيصبح نذيرا للبشر. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن لا يتوقف عند مرحلة معينة فقط، هو تهذيب النفس أو العائلة أو الأقربين أو الجيران، لا، بل يرتقي الإنسان، يفترض أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. وما شاء الله اليوم وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع الإنسان من خلالها أن يكون داعية لكل البشر. أنت اليوم منشور متنشرة راح يشوف يجوز صديق بأمريكا، صديق بأوروبا، صديق في الدول المجاورة، فيصبح الإنسان بهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون نذيرا للبشر. كل هذه المراحل مأخوذة بنظر الاعتبار لتربية الشاب عليه. هذه المرحلة تلي مرحلة تلي مرحلة، تليها المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الخامسة. مؤسسة الزهراء تعمل على هذا العمل، تريد من هذا الشاب أن يكون خليفة بما للكلمة من معنى، وهي كلمة الله تبارك وتعالى التي يريدها: إني جاعل في الأرض خليفة. ومن شأن الخليفة أن يعمر هذه الأرض. فهذه الدورات التي نقيمها هي قائمة على هذا الأساس، وصناعة الشاب الحضاري. اصنع من هذا الشاب شاب حضاري. هذه الدورة أخوتي، بل هذه المؤسسة لها فقرات متعددة، وهذه الفقرات تتناسب مع تطلعات الشاب. الشاب يريد قضايا ترفيهية، نعم نأخذه قضايا ترفيهية، عندنا معايشات، عندنا متنزهات أخذنا الشباب لها، لكنها بصبغة أخلاقية، يعني مو مطلقة على عواهنها. ولدينا أيضا ملتقى الحوار القرآني، نريد أن نربط هذا الشاب بالقرآن، ملتقى الفكر القرآني الشهري، نربط هذا الشاب بمن؟ الربطه بالقرآن الكريم الذي هو كتاب هداية الأول، لا يضاهيه كتاب ولا يضاهيه شخص غير العترة الطاهرة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا نفس الشاب. هنالك ليالي جمع، ليلة الجمعة وهي ليلة الإحياء، وهناك برنامج معد وهو البرنامج الإحيائي الإصلاحي الأسبوعي، وهذا من ثوابت المؤسسة ومن جوهر عمل المؤسسة الذي لا تتنزل عنه تحت أي ظرف كان. ما ممكن أنه ليلة الجمعة لا يوجد إحياء في هذه المؤسسة. أيضا هذا من عمل المؤسسة. ورشات علمية، جاي نجيب لهم أساتذة متخصصين بالورش العلمية، تطوير الذات، التعلم المهن، مثلا تعلم التصوير أو غيرها، فكثير من الورش، أيضا الورش العلمية. المتابعة الجدية، كل شاب هسه الآن جالس لدينا ملف كامل له، يعني نتابعه في المدرسة بدون ما يعلم، نتابع منه أصدقائه اللي موجودين وياه اليوم، ليش ما موجود، ليش ما حضر، أرفع التليفون أنا أتصل عليه حتى أحفظهم، حافظهم كلهم، يا اللي ما حاضر هم هسه جاي يباعون له ويشهدون. إذا واحد ما حاضر ثاني يوم وسيلة أدري بيه ما حاضر، أسجله يمي يا اللي ما موجود اليوم. فنتابع حتى الشاب على مستوى حياته الأكاديمية وحياته الثقافية وحياته الاجتماعية والشخصية، بل حتى أصدقائه وعلاقاته بالمجتمع. فهذه أيضا من مهام هذه المؤسسة وإدارة المؤسسة. طبعا في الختام هذه شيء تعريفي
بعمل المؤسسة. إلى هناك فقرات أخرى قد تكون فقرات مركزية، مثلا المجالس المركزية التي عندها ملتقى العلم والدين. أيضا الشباب لهم الحظ الأوفر بالحضور بهذه المؤسسة. إذا وجد خطيب يعني كان يكون سيد بهاء الله يحفظهم إن شاء الله، الشيخ محمد الصالحي الله يحفظه إن شاء الله. فيعني نعتبر هذا العمل أيضا من الضرورات حضور هذه الطلبة لكي نربطهم بالإمام الحسين سلام الله تعالى عليه وبالنهضة الحضارية لهذا الإمام الهمام. وآخر دعوانا أدعو لكم أولياء الأمور الله يحفظكم إن شاء الله، نحسن ظنكم بنا، ونشكر الله تبارك وتعالى أولا على هذه النعمة وهي نعمة الهداية، والهداية من الله سبحانه وتعالى وليس منا. يعني لو وفقت ما في الأرض، الله هكذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن هدى الله هو الهدى، الله هو الذي يهدي، وإنما نحن مجرد أدوات ووسائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من العاملين بحق محمد وآل محمد، ونسأله التوبة وحسن العاقبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.